قلت لي نقرا بالمراسله، قال لي انت خدم وبلع فمك، قال لي انت راك جاي تخدم وتبعت الدراهم لعند امك. خلاص قلت له من ذاك النهار وليت نخدم، وليت انا قاع ضرب قاع يضربوني ويعضوني، يوطعوا فيا يدخلوا فيا بالتيو وبالسيف اللي كنت نخدم عندهم. وجداتي راه تخرجتني السنه الخامسه ابتدائي من القرايه وما نسمحلهاش وما نسمحلهاش وما نسمحهاش، ونقدم نداء لرئيس الجمهوريه ديراكت البوتفليقه ديراكت يتكفلوا بيا. انا كرهت ما نجمتش، لا غالب ما عنديش المصاريف تاع الدواوات نتاوعي غاليين وما نجمتش. كرهت انا من هاد المعيشه، كل ما نجي كل ما تشدني الدوخه كيماك ولا يجوني كاش ناس ولا حاجه تشدني الدوخه كيماك كيما شفتوا حالتي، يا اما نلقى روحي راني مربوط ولا نلقى روحي في لامبيلونس. جا مقطع تعرف واحد العضات ما تصدقش. جده واش تخدم فيها؟ جده من جده يماك ما والو بعثاتو لوحدين يخدم عندهم. يبيعوا العقاقير. يبيعوا العقاقير، كلاو له 18 مليون دراهم وما عطاوهالوش. 4 ملايين 18 مليون يسرقوا. وجا من تم عينيه حمر ومكدد معضوض كاع، عضات قد هاك تقول تاع بعير كاع، وضربات مقطعين. ومن بعد جبنا الراقي هنايا قاعد يهضر له، قال له راه موكلوني باه نقتلها. قال له كيفاه حتى دخلت عنده في جسمه كيفاش؟ قال له يا ودي راهم خدموا بالتمر والدقيق وعظام ميت محكوك ومقري عليه الايات ومعجون وكليته، وهذا اليوم لازم نقضي عليها به الروح. لمواصلة تحقيق والبحث في شخصية عبد الهادي أكثر، حاولت أن أطلع على الكتب التي يحب قراءتها حتى أتأكد من كلام الرجل الذي حدثني عن حالته ووضعيته الحالية. وكان الكتاب الذي أبحث عنه هو الجواهر اللماعة المستخدم لاستحضار الملوك. الارواح عندك، الارواح هما كيما احنا، وشن هي العالم تاعهم مختلف، العالم تاعهم ياك كيما العالم تاع بكري، عندهم الملوك، عندهم الحراس، عندهم السيوف، عندهم يعني كيما اصحاب بكري. والو راه تما تاع الجواهر اللماعه. واش منين جاك هذا الكتاب؟ واسمه جواهر اللماعه؟ ايه واسمه منين جاك؟ والو انا جبتو تاعي. والو كراسات اللي يكتب فيهم المذكرات نتاوعو، هو بعد طاح عليهم قطعهم بعد مش واحد اخر كي داخل ولا ينتفهم بفمو. ايوا انا قلت لك اكثر. واسمه جواهر اللماعه؟ ايه. واسمه منين جاك؟ والو انا جبتو تاعي نخدم به. منين جاك؟ ناخذ شيء من السوق. وش هو الكتاب هذا تاعك؟ الجواهر اللماعه. وش هو المضمون تاعو؟ فيه الابراج والاجنده الزمنيه؟ ايوه في الابراج، يقول لك اسكو اذا عندك راي صالحه اسكو تعتقديها ولا والو، يقول لك واش غادي يصرى لك في المستقبل، يقول لك واش فيك واش ما فيكش. اي لغه؟ شو اللغه مكتوب؟ والو باللغه العربيه الفصحى. اللغه العربيه الفصحى؟ ايه. نطلع لك الحساب، قال مثلا عندك مريض في السبيطار نطلع له الحساب، قال اسكو اذا تخدم له ولا تخدم له. هذه هي شو المامات، وفيه تاع الاطفال وفيه تاع الكبار. ايه هذا هي. إذن كلام الرجل صحيح، عبد الهادي استخدم كتاب الجواهر اللماعة لاستحضار ملوك الجن، لكنه بات في خطر إذا لم يستخدم نجمة بنت الملك الأحمر التي قالت بأنها ستقتله إن لم يرسلها ويستخدمها، وجني السحر الموكل إليه مهمة قتل الوالدة. قال لك اريد الدماء، شرب الدماء، هذه الحاجه هي. يقول بحال الجن تاعو يقول له اريد الدماء، شرب الدماء. وهذه حالته جات متوخره. وكاين خطره يقول لمو، يقول لها راني حاب نقتلك، اعطيني اسماء باش نقتلك ننهي المهمه تاعي. قال له اريد ان اقتلها، اريد ان اشرب دمها، علي بقتلها ثم الرحيل، ثم اخذ معايا بحك ياخذ هذا عبد الهادي بحك يديه معه ويهرب. هو اش قال.
وللغوص أكثر حاولت أن أعرف الوسط الاجتماعي الذي تربى فيه عبد الهادي. كانت تدار الأعشاب. أنا الأعشاب ابن سينا. أنا الأعشاب كنت نجيب الأعشاب. هي هذاك ما كان غير الأعشاب برك. داو بها الكسر. روح لقيتهم كي كنت ساكنة في الآخر، كنت مع واحدة شريفة في المنيا كانت تعلم لي تديني معها الصحراء لقطوا الأعشاب تقول هذه واش تضر وهذه واش تصلح. ما كنتيش تبيعها الحوايج غرض غير الطب؟ كاين ناس يستعملوا الأعشاب بالسحر يعني بكل صدق؟ والو ولا مرة في حياتك؟ والو. واللي كان دوك نجيب لك الكتاب نتاع الاعشاب اللي بعد هداه لي واحد الشريف الله يرحمه مات راه عنده في من 97 دوك نجيبه لك هذاك هو. هذه هي متوارثين على الاجداد نتاعنا بصح ماشي هكا شرب الدمويات ومانيش عارف واش. هذه صحيح وجات وحده قالت لي هاكي روحي طلقتي معايا الاعشاب نحت لك كيفاش تعيشي باسكو رانا يعني ما كانش. ياك شفت حد نهار شفت ما كانش. ومن بعد جا الطالب قال لي حبسي واش راكي ديري؟ حبسي قال لي واش راكي ديري؟ قلت له كيف على واش راني ندير؟ قلت له واش راني ندير؟ قلت له واش راني ندير؟ انا يا دوب قلت له لا جبت لي سباكيتي معاها ولا شكارت مقارون مع راني نوكل ولاداتي هذيك هي الفايده نتاعي. انا واش ندير؟ نجيب العشبه كيما الويزه كيما صفوف الوصول كيما الحبه السوداء كيما العسل الحر كيما الاخر نجيبهم نقعد لا اله الا الله ندق فيهم ونقرا عليهم سبب يا عبدي وانا المعين ونخدمهم في العسل ونعطيهم. لقد بات صراع الوالدة صراعين، صراع مع الحياة وصراع مع حالة ولدها الذي زاد من طعم حياتها علقمة. طلبت الرقين طلبت الاخر واحد الطالب قال لي 12 مليون والاخر قال لي 10 ملايين. انا منين نجيب اسعدي هاد الحوايج؟ انا منين نجيبهم؟ ما عندي منين نجيبهم. يا دوبك راني نحارب مع الخبزه تاع ولادي وجارتي هي اللي راهي تعاوني في غدايا وفي عشايا. يعني ما قدروش. قال لك عنده سحر عظيم واكل سحر عظيم. هو واش قالوا لي 4 من الرقيين وواحد راقي شرعي كاع من اضرار قال لي راه واكل سحر عظيم باش يجي يتنحي يحبلو. قال لي لقد ورطت نفسك يا عبد الهادي. قصتك استطعنا أن نفك الكثير من أسرارها، لكن الشيء الذي بقيت أفكر فيه ولم أكن أتوقعه أبدا في حياتي هو هل صحيح أن نصير بوعافية تحدث فعلا مع حارس القبور؟